امبارح الاتحاد السوري اعلن انه تعاقد مع الكابتن عصام الحضري مدرب حراس المرمى للمنتخب الاولمبي. ده اول حاجه، ان الاتحاد السوري اعلن. ثم بعد كده الراجل الحضري ده مدرب المنتخب الاولمبي بتاعنا، مدرب من حراس المرمى. حضري طبعا اسطوره مصر في حراسه المرمى. وبعد كده راح الحضري منزل بيان، قال لك ان انا خدت استاذنت من بركات اللي هو المشرف على المنتخب الاولمبي طبعا، وعضو مجلس اداره اتحاد الكره كابتن محمد بركات، ده يعني طبعا كابتننا الكبير ونجم منتخب مصر والاهلي السابق ونجم الريمونتادا. خدت اذن ميكالي. طيب بعد كده اتحاد الكره راح منزل بيان في ان الكلام ده مش مظبوط، وقال لك مش هنتعامل مع الحضري في اتحاد الكره تاني. عبث و و و و و و وموضوع بايخ، والموضوع لا يليق باسم مصر ابدا من كل النواحي. لا يليق باسم منتخب مصر، ولا يليق باسم عصام الحضري، ولا بتاريخه. النهارده الحضري عايز يمشي، عايز يروح يدرب منتخب سوريا. كان لازم النهارده يبقى في خطوات، الخطوات دي يكون فيها احترام لتاريخ المنتخب المصري وتاريخ اتحاد الكرة المصري، اللي هو اعرق واقدم اتحاد كرة واتحاد وطني في افريقيا. احنا اللي اسسنا الكرة في افريقيا. ازاي يتعمل معانا كده؟ ازاي سوريا هي اللي تعلن؟ مع احترام الكبير لسوريا، ازاي سوريا هي اللي تعلن الاول؟ النهارده حتى لو الحضري هيمشي، الراجل يعني هتكلمكم في القصه دي. كان لازم يبقى فيه اجراءات صحيحه وترتيبات مظبوطه. كان لازم يبقى فيه احترام لمصر. احترام لمصر الاول من الجانب السوري. ما كانش ينفع ابدا الاتحاد السوري ان هو يعلن قبل ما مصر يبقى في مخاطبه للاتحاد المصري، لان انت بتاخد مدرب الجول كيبرز او مدرب حراس المرمى من منتخب مصر الاولمبي. فكان لازم يبقى في تواصل من الجانب السوري الاول. طيب عصام الحضري النهارده كان لازم ان هو يقعد مع الناس ويعتذر ويدي الفرصه للاتحاد المصري ان هو يعلن اولا عن رحيله ويوجه له الشكر. شكرا، انت عايز تمشي، بنشكرك، اتفضل، جود لك، بالتوفيق. انما اللي حصل ده لا يصح، لا يصح لكل الاطراف، من الجانب السوري ومن الجانب طبعا اللي خلى منظر الاتحاد المصري وحش جدا، حطه في ازمه وفي موقف. يعني مش احنا اللي اتعمل معانا كده، معلش. يعني انا بتكلم بغيره، انا راجل مثلت منتخب مصر ولبست فانيله منتخب مصر، فبالنسبه لي الاتحاد المصري برضو مهما انتقدناه ومهما حصل، احنا بالنسبه لنا ده بيتنا برضو. فلا، لا كانش المفروض يحصل الموضوع يتم بالشكل ده. حتى لو عصام الحضري عايز ان هو يمشي، كان لازم ان هو مع احترامي عصام، كان لازم ان هو يحترم المسؤولين في اتحاد الكره المصري. انت راجل ليك تاريخ كبير مع منتخب مصر، وراجل انت عارف كويس قوي ان منتخب مصر طبعا هو اللي صنع اسمنا كلنا. فالنهارده حتى لو انا عايز امشي، كان لازم اقدر الناس اللي موجوده، الناس اللي عينتني، والناس اللي وثقت فيا، والناس اللي في، على فكره، في مدربين كتيره جدا في مصر اكبر تاريخا من عصام الحضري في المهنه، مش في حراسه المرمى، لان حراسه المرمى عصام الحضري احسن جول مصر، احنا قلنا ما عندناش مشكله في الكلام ده. ولكن النهارده في ناس كتيره جدا هتموت على الشغلانه دي، والناس اختارتك ان انت تشتغل. فالنهارده كان لازم وانت ماشي تخرج من الباب الكبير. مفيش مشكله، انت راجل جالك شغلانه تانية وعايز تروح، كان لازم ان انت تخرج من الباب الكبير. ده رايي، والكلام في الاصول ما يزعلش. الاهم من كده بقى ان انا ببارك للجهاز الفني للمنتخب الاولمبي برحيل عصام الحضري. ببارك لهم، بقول لهم مبروك،
برحيل عصام الحضري. ليه بقى؟ مش عشان عصام الحضري مدرب جوان وحش، ولا عشان عصام الحضري راجل تاريخه قليل، ولكن عصام الحضري مش مركز في الشغلانه مع المنتخب الاولمبي. انت احسن لك يبقى معاك حد ممكن يكون اقل قيمه او اقل امكانيات، بس مركز معاك مليون المية وقلبه معاك مليون المية، ما بيفكرش في حاجه تانية. احسن مليون مره لما يكون معاك اسم كبير ودماغه مش موجوده معاك. انا بقول لكم الحضري طول الفتره اللي فاتت بيدور على شغلانه تانية غير شغلانه المنتخب الاولمبي. هو يعني مستقلها، وانا ما احبش ابدا ان اي بني ادم يشتغل شغلانه يكون مستقلها. طالما وافقت ان انت تمسك شغلانه وتشتغل لازم تكون مقدر الشغلانه، ده رايي. انما مستقلها لا، من غيرك احسن. والله ببارك للجهاز الفني المنتخب الاولمبي، ببارك لمصر، وليس تقليلا او ان انا بقلل من قيمه الحضري، ولكن واحد مركز معاك وقلبه معاك وما بيدورش على شغلانه تانية افضل مليون مره من واحد قلبه مش معاك ومشتت. الحضري مشتت ماسك مدرب حراس المرمى المنتخب الاولمبي وبيدور ان هو يشتغل في انديه تانية ويبقى بيجمع ما بين العملين، وراجل بيروح يشتغل كذا ويعمل وبيدور وبيستنى بيكلم كل الاجهزه ان هو يشتغل. لا 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 يا جماعه، لا. احسن مليون مره تجيب شاب صغير او تجيب حد مركز في الشغلانه وتديله الشغلانه ويحط قلبه فيها، عشان الكلام ده بيفشل. لما يكون معاك عنصر في الجهاز الفني ايا كان بيشتغل ايه مش مركز معاك مليون المية وقلبه مش معاك مليون المية، صح، ممكن يعمل لك مشكله كبيره. والمشاكل دي حصلت قبل كده، انتوا شفتوا ان حصل مشكله قبل كده ما بين الحضري ومكالي والمدير الفني للراجل البرازيلي. الراجل ده انت لازم تهيئ له المناخ للنجاح. بقول له مبروك، مبروك ان الحضري اعتذر عن الشغلانه، لانه هو كان يعني مستقلها. هو كان راجل مدرب حراس مرمى للمنتخب الاول، وبعد كده لما نزل المنتخب الاولمبي هو مش راضي بالنزله دي. وبرده ده كلام كان لازم يتقاس من الاول صح، ولكن بصراحه هو اللي كان بيجري ورا الشغلانه، كان يعني عايز يشتغلها وبيكلم الناس كلها وبيكلم بركات وبيكلم حازم وبيكلم جمال علام مع الاحتفاظ بالالقاب. لما جات له الشغلانه وبقت تحت ايديه استقلها، ولما جه يخرج خرج من الباب الصغير للاسف، خرج من الباب الصغير. انا ما بحبش اقسو على حد لان كلنا معرضين للخطا، ولكن اللي حصل عيب، اللي حصل عيب. احنا مصر ما يتعملش معانا كده، منتخب مصر ما يتعملش معاه كده يا جماعه. انت حتى لو انت عايز تمشي وقولوا لي، انا بتكلم في الاصول، انت عايز تمشي ماشي، في بقى خطوات، ما تروحش تتعاقد والاتحاد السوري هو اللي يعلن. عيب، احنا مش صغيرين، الناس اللي موجوده دي مش صغيره، ولا تاريخ مصر قليل، ولا تاريخ مصر قليل. كان لازم الاجراءات والترتيبات تبقى صح. الاتحاد المصري هو اللي يوجه لك الشكر ويساعدك برضو ان انت تروح. يا عم انت راجل عايز تروح تقبض باليورو، انت راجل كذا، دي برضو قصتك، مفيش مشكله ابدا ابدا، روح. بس الاتحاد المصري هو اللي يتحرك، ما تحطش الناس في الموقف ده، ويشكرك ويوجه لك الشكر ويتمنى لك التوفيق. انت برضو ابن المؤسسه وابن مصر. لكن لا، اللي حصل ده مش مظبوط، اللي حصل ده مش مظبوط. ده بصراحه ربنا انا بقول لكم. وانا اول واحد، لما على فكره انا اول واحد قلت ادوا فرصه للحضري يشتغل، وراجل تاريخ كبير، واول واحد اشدت وقلت مدرب شاطر وكل الكلام ده كله. ولكن النهارده واحد امكانياته قد كده ومركز معاك وقلبه معاك افضل مليون مره من واحد امكانياته قد كده وقلبه ومخه مش معاك، بيدور على شغلانه تانية وهو شغال معاك. لا، هي في الحياه عموما مش في الكوره بس. فمبروك، مبروك، وليس تقليلا من الحضري مره تانية، ولكن للاسباب اللي انا لسه قايلها لحضراتكم.